سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم. كنتمنى نلقاكم من هذا الفيديو في صحة جيدة وأحوال طيبة إن شاء الله. أما بالنسبة للفيديو ديالنا فإحنا مازلنا في جبال الريف في المنطقة الشمالية الشرقية لمغربنا الحبيب، ألا وهي إقليم الناظور. وأول منطقة غنزورها هي مدينة راس الماء، وتسمى أيضا برأس كبدانة أو قابوياوة كما يحلو للناظوريين تسميتها. تبعد عن مدينة الناظور بحوالي 60 كيلومتر. يعتبر شاطئ قابوياوة من أجمل الشواطئ على مستوى الجهة الشرقية، والذي تقبل عليه العائلات وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال فصل الصيف، نظرا للهدوء الذي يتميز به عكس الشواطئ الأخرى. ويتميز أيضا بمنحدر الصخري لروشي مقابل للجزر الجعفرية، حيث يعتبر قبلة مفضلة لهواة القفز في الماء من علو شاهق رغم خطورته. هذه هي الجزر الجعفرية المحتلة لدى الإسبان، أو جزر إشفارن بالأمازيغية، أي جزر اللصوص، والتي ما زالت تطلق باسمها لدى الإسبان باسم إيزلاس شفاريناس. هي عبارة عن أرخبيل مكون من 3 جزر صغيرة تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال سواحل إقليم الناظور. وإحنا في طريقنا لمدينة الناظور، وعلى بعد 36 كيلومتر من مدينة راس الماء كيتواجد شاطئ قرية أركمان، والذي يعتبر من بين أجمل الشواطئ على مستوى إقليم الناظور، سيما وأنه يحصل على اللواء الأزرق بشكل سنوي. وصلنا الآن لمدينة الناظور. يعتقد بأن أصل تسمية الناظور يرجع إلى اسم قبيلة أيث الناظور التي سكنت المنطقة قبل قرون، كما يعتقد أن استعمال المنطقة أثناء حرب الريف سنة 1921 و 1926 كقاعدة متقدمة لمراقبة المحتل الإسباني كانت وراء التسمية، أيضا فيما أطلق عليها محمد الخامس أول ملوك المغرب بعد الاستقلال مدينة النور. تعد مدينة الناظور من أغنى المدن المغربية ماليا ومصرفيا، وقد صنفت سنة 2007 كأغنى مدينة مغربية من حيث الدخل الذي تديره عليه حوالات الجالية المنتمية للإقليم والمتواجدة في أوروبا، خاصة ألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا. ومن أهم المناطق السياحية بالناظور بحيرة مارتشيكا، أي البحر الصغير، تم تسميتها من قبل الاستعمار الإسباني. تبلغ مساحتها 120 كيلومتر مربع، عمقها ما بين نصف متر إلى 7 أمتار، طولها 24 كيلومتر. بينها وبين البحر الأبيض المتوسط توجد شبه جزيرة بوقانا، وتم فتح ممر بين البحيرة والبحر الأبيض المتوسط ليسمح بتجديد مياه البحيرة. عرفت البحيرة تطورا كبيرا في ال3 سنوات الأخيرة، فقد تم تنظيفها وإنشاء هذا الشاطئ الاصطناعي على ضفتها، والذي يعد الأول في المغرب، يمتد على طول 1300 متر، والذي لا يوحي للزوار أنه اصطناعي بل طبيعي بالكم الهائل من الرمال التي جلبت إليها. وعرف كورنيش الناظور الذي يطل على بحيرة مارتشيكا تغييرات جذرية، فقد استرجع رونقه وجماله، والذي تمت أشغاله على مدار 3 سنوات. فقد أصبح من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة، يقصده الزوار باحثا عن الاستجمام وممارسة أنشطة رياضية وترفيهية. يتألف من مساحات خضراء، ممرات للمتجولين،
وممرات خاصة للدراجات، مقاعد بأشكال مختلفة، ملاعب لكرة القدم وكرة السلة، وحديقة للطيور. فقد أصبح كورنيش مارتشيكا واحدا من أهم الأماكن المفضلة للساكنة ولزوار المدينة، وخصوصا في الأمسيات الصيفية بعد عودة الجالية لقضاء العطلة في مدينتهم الجميلة. كما تتوفر البحيرة على زوارق سياحية صغيرة للتجوال داخل البحيرة. يقع ميناء الناظور على ساحل البحر الأبيض المتوسط على الجهة الساحلية في أقصى الشمال الجنوبي شرق رأس المدارات الثلاث، ويتموقع الميناء على الحد الشمالي الغربي من سبخة بوعرك مارتشيكا مباشرة جنوب ميناء مليليا، وتحديدا على 900 أمتار الأولى من سد مليليا. ويعرف الميناء حاليا تطورا سريعا خصوصا في حركة المسافرين. أما بالنسبة لأبرز المشاريع التي تقوم بها المملكة في مدينة الناظور والتي وصلت إلى 89% من الأشغال ديالها، هو إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي يعتبر ثاني أضخم ميناء في المغرب بعد ميناء طنجة المتوسط، والذي سيغير المعالم الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية. بالرغم من عدم احتواء مدينة الناظور على آثار تاريخية هامة، إلا أن المدينة تضم عددا من المقابر والأضرحة منذ عهد الاستعمار الإسباني لها، وهو ما جعلها وجهة سياحية للكثير من الإسبان واليهود المغاربة الذين يأتون لزيارة أضرحة آبائهم وأجدادهم. أما بالنسبة للمواصلات الموجودة بمدينة الناظور، زيادة على المحطة الوطنية للحافلات وعلى المحطة المخصصة لسيارات التاكسي، فهناك محطة السكة الحديدية، والتي لا يعرف عنها الكثير من الناس. هما محطتان الناظور المدينة والناظور الجنوبية، والتي تم افتتاحهما في شهر يوليو من عام 2009. وصلنا لسياج مليليا الحدودي، هو الجدار الفاصل بين المغرب ومدينة مليليا المحتلة. شيد السياج من قبل إسبانيا، وغرضه المعلن هو وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح. صنع السياج من أسلاك مشبكة بفتحات صغيرة، يتألف الفاصل بين سياجين متوازيين بطول 12 كيلومترات وبارتفاع 6 أقدام بأسلاك شائكة على القمة، وتم إغناؤه بكابلات توصيل شبكة من أجهزة الاستشعار الإلكتروني ومكبرات الصوت. ثم تم تجهيز السياج بالأضواء ذات كتفاعلية وكاميرات فيديو للمراقبة ومعدات للرؤية الليلية. عرفت مدينة الناظور تطورا كبيرا هاما، وقد تعرف في السنوات المقبلة تغيرا جذريا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستخلق فرص الشغل للعديد من الشباب بأضخم منشأة في الجهة اللي هو ميناء غرب المتوسط. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، استمتعتوا بزيارة مدينة الناظور ونواحيها،
تكونوا استفدتم من المعلومات اللي عطيتكم. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وأضرب لكم موعدا جديدا في فيديو جديد قريب إن شاء الله، وشكرا جزيلا.